بسم الله الرحمن الرحيم. يا صمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب كله يبقى تمام. فاكرين الموضوع بتاع حسني عبد ربه لما وقع للاهلي يا جماعة؟ الموضوع ده كان يعني مش من فترة بعيدة، يعني حسني عبد ربه كان وقع بالفعل للنادي الاهلي، وبعدين استضافوه في التلفزيون، وهو في التلفزيون وهو في الحلقة بسوا الخشبة بتاعته والنعي بتاعه، والناس في اسماعيلية خلاص يعني ده بالنسبة لهم مات، وخشبة دفن الموتى ورايحين يدفنوه واعتبروه مات. وطلع حسني عبد ربه من الحلقة قال لهم انا هطلع من هنا على الاسماعيلي وهرجع الاسماعيلي على طول. فاكرين الموضوع ده؟ خليكم فاكرينه، ونبتدي الحلقة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انصر إخواننا ومدهم بمدد من عندك، وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائك وأعداء الدين، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لأبي وأمي كما ربياني صغير. كنا طلعنا قلنا مع حضراتكم علي بن رمضان لسه ما خلصش، والناس كلها كانت بتقول خلاص ده وصل وهيجي الساعه 4:30 الفجر وي وي وي، والناس كلها بتتكلم في ان هو خلص، واحنا قلنا رسميا ما خلصش، صح؟ طيب الموضوع بتاع علي بن رمضان خلاص فشل؟ لا، ما فشلش، لسه لحد دلوقتي. طب نجح؟ الله اعلم. طب امال انت طالع تقول ايه يعني؟ الموضوع كله يا جماعه ان نفس الموضوع اللي حصل مع حسني عبد ربه من جماهير الاسماعيلي، من ضغط وترهيب وتهديد وكل حاجه. احنا قبل كده كانت في بيوت لاعبين كانت بتولع وبتتدغدغ، حصلت قبل كده يعني. نفس الموضوع بيحصل برضه في تونس، لدرجه ان هم خلاص بيعتبروه خاين، ووصل الموضوع لجماهير الترجي ان هم بيهددوا والده نفسه بيتهدد واللاعب بيتهدد. يعني الموضوع انك انت خلاص خنتنا وبتاع، ازاي تروح للاهلي والاهلي المنافس التقليدي لينا، واحنا كنا في النهائي قبل كده معاه والنهائي الاخير كنا معاه، وهو دوت المنافس بتاعنا الوحيد، وانت رايح تقويه وتضعفنا احنا وانت ابننا، لان هو من اشبال الترجي وي 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 وي، واسلوب ضغط رهيب على اللاعب وعلى والده. فالموضوع فيه نسبة كبيرة جدا من تهدئة رأي الجماهير، من تهدئة الثورة على اللاعب وعلى والده. يعني ما تجيش تنفخ في النار وتولعها، يعني اهدى شوية، يعني ما تاخدش القرار دلوقتي. كل ما يوصل لهم معلومات ان الاهلي قرب يهيجوا شوية. طب احنا نهدي اللعب، نسبة كبيرة من الموضوع، مش هقول لك كل الموضوع، لكن نسبة كبيرة الجماهير وضغط الجماهير. النسبة التانية طمع الفريق اللي هو المجري، وده من حقه، الاهلي وصل من 2 مليون يورو لحد 4.5 مليون يورو وكمان بونص. المهم ان هو بعد ما اتفق مع الاهلي ابتدى يرفع الموضوع، يعني بعد ما كان الموضوع بالبونص بكله 2,700، لا الاهلي وصل لحد 2,300، وهم لا عايزين 2,700 غير البونص. ده برضو موضوع، يعني الموضوعين مرتبطين ببعض. الموضوع هيرسى على ايه؟ انا ما بحبش اجيب لكم اخبار وهم، انا بحب اقول لكم الصراحة. الموضوع يعني يمكن مسؤولين النادي الاهلي مش عارفين الموضوع هيرسى على ايه. كل واحد بيحاول يلعب لمصلحته. حتى الفريق المجري ما يعرفش الموضوع هيرسى عليه. هل الاهلي هيوافق على طلباتي ولا مش هيوافق ولا الموضوع لسه بين وبين لا، عشان ايه؟ ما نكدبش على بعض. طيب لما قلنا ان ايمن عبد العزيز غير مؤهل وانسان كاره للاهلي، وان هو المفروض ان هو ما يمسكش منصب في الجهاز الفني للمنتخب، لان هو طلع قبل كده شكك في بطولات الاهلي وغلط في الاهلي. واحد بيشكك في بطولات الاهلي، وثلاث ارباع لاعبين الاهلي في المنتخب قصدي 3/4 اللاعبين بتوعه اهلاويه. فانت هتجيب واحد كاره
للاهلي يدرب المنتخب وثلاث ارباع اللاعبين من الاهلي؟ وزائد بقى ان هو بعد ما طلع من الجهاز الفني طلع بالافتكاسه بتاعت التدريب 10%، والباقي كله بقى حركات واجتهادات لاعبين وبتاع. يعني التدريب كله 10%. اثبت جهله. واحنا قلنا الكلام ده من الاول، عشان احنا لما بنيجي نقول الكلام ده ما بنفتريش على حد، ده انسان كاره. طلع مع مهيب وكان سيد عبد الحفيظ قاعد، قال المفروض مهيب بقى، طبعا مهيب بيبقى فاهم كل حاجه، بيقول له يعني مش هتبارك للاهلي على البطوله. هو ما باركش للاهلي على حاجه، مش هتبارك للاهلي على البطولات اللي خدها وبتاع. قال له ابارك له على ايه؟ انا ممكن ابارك له على بطوله ابطال الدوري، ممكن ابارك له على الميداليه البرونزيه في كاس العالم، لكن ابارك له على الدوري؟ هو ده دوري؟ هو لو دوري خده بيراميدز كان هيبقى دوري مهمين، صح؟ يعني هو بيراميدز ما ياخدش الدوري وتبقى اللي وسع كده، تبقى وسع كده، ده لو كان بيراميدز خدها او الزمالك طبعا، لكن الزمالك ده محطوط على الرف. كان سيد عبد الحفيظ قاعد في الحلقه فاتكلم بقى ورد، قال يعني لما الزمالك خد سنتين الدوري كان الدوري جامد، كان الدوري ده قوي، لكن الدوري ده ضعيف، الدوري ده جامد. المشكله ان اللي بيتكلم غير مؤهل للحديث. تخيلوا ان الكلمه دي عدت على ايمن عبد العزيز عادي. يعني لما واحد بيقول لك انت غير مؤهل انك انت تتكلم، المفروض انك انت ترد. ده دليل على ان هو ما عندوش علم باي شيء، حتى مش عارف الكلمه خبطت في مين. يعني سيد عبد الحفيظ بيقول المشكله عندنا ان اللي بيتكلموا غير مؤهلين ان هم يتكلموا، وانت اللي كنت بتتكلم. يعني انت غير مؤهل، يعني انت دي خبطت فيك وش كده. يا جدع حس، ده بيضرب جبهتك انت انك تحس. مفيش. ده عشان بس نقول ان احنا لما نقول البني ادم دوت هجاص والبني ادم ده كذاب، احنا ما بنرميش بلانا، دي فعلا ناس كارهه للاهلي، فما ينفعش انها تاخد منصب حيادي، لا ده تديله منصب في الزمالك. حلو قوي، ياخد منصب في الزمالك في قناه نادي الزمالك، لكن ما ياخدش منصب حيادي لانه ما ينفعش. يعني مثلا امبارح قناه اون ماسكه، بصوا، سابت كل المكاسب والنجاحات اللي حصلت وبتدرس فشل النادي الاهلي بعد خالد بيبو. فشل النادي الاهلي بعد خالد. يعني انتوا ما اتكلمتوش على فشل نادي الزمالك بعد نصيبة فتوح، بعد قضية فتوح، عن فشل نادي الزمالك بعد 4-5 قواضي ايقاف قيد. يعني عنده 4 ايقافات قيد، ما عملتوش بلاش حلقة، ما طلعتوش سؤال عن فشل نادي الزمالك بسبب ايقافات القيد. ما عملتوش اي حاجة تخص فشل نادي الزمالك اللي هو افشل نادي في القارة. افشل، انا بقيس الفشل بمدى الاعانات اللي بياخدها نادي الزمالك. ما تجيش تحسب لي على نادي فيديل اي حته في اي دوله وما بياخدش جنيه، ده انتوا بتاخدوا مليارات وفشله. يبقى انتوا افشل نادي في القاره وما بتتكلموش عنه، جايين تتكلموا على خالد بيبو وان هو هيمشي. بما اننا اتكلمنا على خالد بيبو، طبعا كابتن محسن صالح من ضمن اسباب تقديم استقالته انك انت اقلت خالد بيبو. طبعا هو هيطلع ان هو مستقيل، لكن هي الحقيقه اقاله لان الراجل مش عايزه. طبعا من ضمن الاسباب ان خالد بيبو ناجح. ما هو لما تيجي تحسبها الموسم اللي عمله خالد بيبو وكل النجاحات ديت مفيش غير بطوله السوبر الافريقي، يبقى ده نجاح 100%. ده اول موسم ليه نجاح 100. بس بصوا بقى، الموضوع لا خالد لا كولر، الموضوع بقى لا خالد لا كولر، فمن مصلحه النادي ان احنا نريح كولر. لكن اللي انا هضيفه بقى لحضراتكم ان مش دي الاسباب الرئيسيه لاستقاله محسن صالح. السبب الرئيسي هو رايه في ان وكيل كولر بيتدخل وكانه معين في الجهاز الفني. وكيل كولر بيتدخل في الصفقات وبيوجه الصفقه من صفقه لصفقه. ده راي محسن صالح، ان وكيل كولر بيحدد الصفقات
اللي بيجيبوها واللي هم عايزينها. يعني هم يمكن يكونوا بيخلصوا في لاعب، هوب يروح هو واقف العملية ويوجه العملية لصفقة تانية. تاني حاجة او تالت حاجة، وهي برضو مؤثرة تأثير جامد جدا، ان كل الادارات في الكورة بتاخد مكافآت الفوز الا لجنة التخطيط. لجنة التخطيط مش محطوطة دايما في مكافآت الفوز الفريق الاولاني، مع انها هو بيعتبر ان لجنة التخطيط مساهمة في الحصول على هذه البطولات. يبقى المفروض انك انت تحطني برضو في لائحة المكافآت، وده حقه طبعا. نيجي بقى النهاردة ان شاء الله المباراة بتاعت الاهلي ومودرن. النهاردة موجود 3: كابتن الفريق كهربا، وعمر كمال عبد الواحد، وخالد عبد الفتاح. بس 3 و18 ناشئ. يعني النهارده ما تتعشموش. يعني اذا حصل تعادل الحمد لله وتعشت وربنا يوفقهم، وان شاء الله خير. احنا اللي يهمنا نطلع ب2 3 لعيبه بس. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.